سلام من الله عليكم متابعينا الكرام. نقدم لكم مجموعة من الأخبار التي وردتنا حول العالم. إن الهند الأمطار الموسمية تتسبب في فيضانات عامرة وتغمر جنوب البلاد وتشل الحياة العارمة. أغلقت السلطات الهندية المدارس والكليات والمؤسسات الحكومية في مناطق جنوب البلاد جراء فيضانات قوية نجمت عن الأمطار الموسمية الغزيرة. تسمم مات جندي لتناول طعام فاسد بقاعدة عسكرية. وفاة إمام مسجد بمرسى مطروح أثناء قراءة القرآن حيث تعلق قلبه ببيوت الله، حيث توفي أثناء جلوسه وقراءة القرآن. ووفاة مصرية بعد 3 ساعات من رحيل زوجها. توفيت سيدة مصرية عجوز وهي تؤدي صلاة الفجر بعد ساعات قليلة من وفاة زوجها الذي لم تتحمل فراقه. وفاة نجل الفنان السوري شهير فجأة، حيث أعلنت ابنة الفنان السوري زهير عبد الكريم وفاة شقيقها عبر المنشور: أخي ونور عيني مجد في ذمة الله، إن توفي فجأة. إصابة فتاة بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز. ونتج عن ذلك إصابة فتاة عمرها 18 عام بحروق من الدرجات الثالثة. انفجار بالعين. إصابة 3 أشخاص أثناء تركيب جهاز بجامعة بني سويف التكنولوجية. ونقلت سيارة الإسعاف 3 أشخاص مهندسان وطالب من داخل الجامعة مصابان بإصابات متفرقة بسبب انفجار أحد الألواح الزجاجية نتيجة خلل حدث أثناء قيام مهندسي إحدى الشركات بتركيب أحد الأجهزة بالجامعة. وإن وفاة 204 وفاة وإصابات نتيجة حريق صعيد وقود في نيجيريا إلى 204 قتلى وجرح. ودمار وخراب كبير نتيجة الفيضانات والأمطار المدمرة التي اجتاحت بولندا. والفيضانات تحرم أيضا 10 ملايين طفل أفريقي من التعليم. وإن تركيا تعلن تضرر مباني في 3 ولايات جراء زلزال شرقي البلاد. وفي وقت سابق ضرب زلزال شرقي تركيا قدرت هيئة الكوارث التركية قوته ب6.1 درجة. وإن زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب شرق تركيا من دون أن يسفر عن ضحايا بسبب ما أعلنت عنه السلطات. والزلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق تركيا على عمق 9 كيلومتر تحت سطح الأرض. وردنا أيضا تحطم طائرة مقاتلة خلال تدريب في ولاية واشنطن. وإن تحطم طائرة في حي سكني بجورجيا بعد عطل المحرك. طفلة تفقد إحدى عينها بسبب سيجارة إلكترونية. وخضعت الطفلة لعملية جراحية طارئة لكن نسبة نجاحها كانت 50% وفقدت عينها اليمنى، وبالتالي سيتعين عليها تركيب عين اصطناعية وهو أمر صعب على الطفلة أن تعتاد عليه. وفاة مأساوية لسيدة أعمال بريطانية علقت بين المرتبة والسرير. وقس أمريكي أسلم بسبب آية قرآنية: قل هو الله أحد. تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأردني لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وصدر أمر ملكي واصطدام مروع ل40 سيارة على طريق الزهران بسبب الضباب. وإن مدني الرياض يخمد حريق في ورشة بحي الرمال. وإن الصاعقة تسبب في حريق ضخم بمصفاة النفط. وردنا أيضا ترامب بيحارب هاريس بسبب